مراد رجل سوري في 35 من عمره، عاش أحداث الحرب في دمشق عام 2015. فقد أسرته بأكملها بسبب القصف والصراع المستمر. في إحدى ليالي الشتاء الباردة كان يصلي في بيت مهجور وسط الظلام الحالك عندما شعر بشيء غريب وكأن أحدا يراقبه. بمرور الوقت بدأ مراد يشعر بأن هناك قوة غامضة تحميه. مرة كان يجلس في منزل قديم، وعندما خرج منه بساعة تم قصفه. وفي أوقات أخرى كان هذا الشيء يوقظه في منتصف الليل قبل حدوث غارة أو اقتحام للمنطقة. في ليلة ما بينما كان مراد نائما سمع همسا في أذنه: اخرج. نهض فورا واكتشف أن جنودا كانوا على مقربة من منزله. منذ ذلك الحين أصبح هذا الوجود الغامض يوقظه لصلاة الفجر وينبهه عند اقتراب الخطر. اليوم يعيش مراد في سلام، لكنه لا يزال يتساءل: هل حدث هذا مع أحد غيري؟ ما هو هذا الشيء؟